وقال مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي إنه ورغم سيطرة المنتخب الإسباني على الكرة إلا أن دفاع المغرب كان يملك مؤهلات عالية وأرهقنا. وأضاف المدرب في مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة: خصمنا كان يتوفر على إمكانيات هائلة في الدفاع والمنتخب المغربي قدم أداء دفاع مذهل. ونوه المدرب بإمكانيات حارس المنتخب المغربي ياسين بونو واصفا إياه بالمدهش. وقال المدرب والتي تعرض لهجوم من طرف بعض الصحفيين الإسبان بعد الهزيمة أمام المنتخب المغربي والإقصاء من كأس العالم 2022: إنه كان سعيدا بأداء المنتخب الإسباني مؤكدا أن اللاعبين نفذوا خطته. وتابع: كانوا أفضل منا في ركلات الترجيح. ونحن مستاءون بالفشل. خاب أملنا ولو كان بيدي الاختيار لبدلت بونو فقط. وعن هجوم وسائل الإعلام الإسبانية على المغرب.